مرحب مرحب ويا هلا. حلقة جديدة من جمعتنا حلوة كالعادة بطلع عليكم يوميا الساعة 4 خلال الشهر الفضيل. خبرونا كيف صيامكم وكيف رمضان معكم. هلأ هيدي ساعات الجوع الأخيرة قبل وقت الإفطار، لازم نقضيها هيك بشكل ينسينا، ما هيك؟ دايما جمعات رمضان حلوة، وإن شاء الله جمعتنا اليوم كمان رح تكون هيك مختلفة ومميزة. يا حبايب ما تقولوا لي هيدي احلى غنية لرمضان السنة. ما هيك كتير فيها جو رمضان الحقيقي، بيشبه العيلة، بيشبه معنى الشهر الفضيل واهدافه وغاياته وكل شيء هيك بيتعلق فيه. اليوم حلقتنا رح تكون عن مسلسل بالدم بشكل خاص. رح نكون عم نحكي عن أصداء مسلسل بالدم اللي عامل طبعا حالة حلوة كتير بالشارع اللبناني والشارع العربي بشكل عام. واليوم بدي اسمع اصواتكم واسمع تعليقاتكم على بالدم، على قصة غالية. قدي انتو شايفين انه الاحداث هيك رايحة بطريقة حلوة؟ شو تعليقكم عليها؟ شو تعليقكم على اداء الممثلين؟ وكمان بدي احكي عن لو كنتوا محل غالية، لو كنتوا محل ماجي بغصن، كيف كنتوا رح تتصرفوا؟ لو فقتوا بنهار ولقيتوا اهلكم مش اهلكم، شو كنتوا رح تعملوا؟ عم نتابع مع بعضنا جمعتنا حلوة لليوم، وهلأ رح نبلش بتلقي مشاركاتكم لنحكي عن غالية. رح نحكي عن الوضع اللي هي فيه لو فقتوا بيوم من الأيام واكتشفتوا بأنه أهلكم هن مش أهلكم، شو ممكن تعملوا؟ كيف ممكن تتصرفوا؟ خليني حي قدات وقال ألف صحة أول شيء، ورح نبلش بالفويس نوتس على 71 989 989. يلا. هلا ماجي كان تمثيلها كتير حلو وطورت حالها، وكل دور عم تاخده أحلى من التاني. وأنا بدلها أكيد بكفي ولا أعرف مين أمي من هالأيام، ولما كبرت لحالي ما كانت أمي موجودة حدي وانحرمت منها يعني. والله يوفقها يعني، كان كتير حلو بهذا الدور اللي أخذته، كتير حلو يعني بجنن. الله يرحم والدتك، الله يرحم والدتك. بتمنى انه تعطونا اسمكم بس او من وين عم تسمعونا كمان. يلا فويس جديد. يعني ماجي بتعقد طول عمرها بتعقد صراحة. ايوه كل مرة بتبدع وبتفاجئنا من أدائها للتمثيل، لكيف تتفاعل مع العالم تخليهم يحبوها ويصيروا عن جد محمسين يعرفوا بالمسلسل اللي هي عم تمثل فيه شو معقول يصير. وبالنسبة للموقف يعني إن شاء الله لا يجرب حدا صراحة. أنا أكيد محلها لحقت وفتحت الباب على حالي، أكيد بكفي للآخر، لأنه كتير صعب الواحد يكون ما بيعرف مين هو. فعلا كتير صعب الواحد يكون ما بيعرف من هو، يكون عاش مع عائلة عمر واخر شي طلعت مش عائلته. يعني هلا مزبوط الاهل هن اللي بيربوا مش اهل هن بيخلفوا، ولكن الشعارات حلوة ورنانة وجميلة وبتاخد العقل، ولكن لما نجي للواقع للتجربة، لما نحن نعيش القصة، اكيد المأساة رح تكون كبيرة والعذاب يعني رح يكون كبير كمان. فويس نوت جديد. يلا.
ماجي بغصن أول أيوة. شيء إذا شو ما حكينا عنها لماجي أول شيء نكون مقصرين، حلو. لأنه بهالكم سنة ايه أعمالها ماجي بغصن غنية عن التعريف. ايوه شبوبة ترفع فعلا لها القبعة مثل ما فعلا بيقولوا، فعلا. لأنه اللي وصلت له بهذه الكم سنة قليل قليل من الممثلات والممثلين اللبنانيين عملوه. هي حدا شاطر وحدا كتير مبدع. ايوه شو ما حكينا عنها قليل اكيد. هلا بالنسبه للمسلسل اللي قدام، انا كل سنه اصلا ما اول مسلسل بدي احضره لازم احضره برمضان هو ماجي شو عامله من للموت لحديت هلا. ايوه بالنسبه للمسلسل بالدم بالدم، ايه قصة حلوه من واقع الحياه. يمكن في كتير قصص مثل ما شفنا حقيقية جريتا بتشبهها. زغيب ايه وانا حاضره تركي كمان نفس القصه وتبدلوا البنات وبلا بلا بلا. هي منا قصه بس جريتا، هي ياما في قصص صايره بس يمكن ما تضوت على الاعلام بوجود السوشيال ميديا. يمكن هلا والطب الحديث اللي صار والعالم عم ترجع مثلا اذا شكت بشيء تروح تعمل دي ان اي وهالاخبار وهيك، قبل يمكن ما كانت موجوده. هلا بالنسبه شو راينا مثلا اذا نحن كنا محلنا، اكيد الله لا يجرب حدا، هيدا اول شغله. بس انا بحب اقول كلمه، الام مش اللي بتخلف، الام هي اللي بتربي. ولو بعد 45 سنه طالما هي هيدي الام عطت من قلبها وربطها، ويمكن هي ما عارفه انها منا بنتها، بس حنيه الام هون طغت، ويمكن تتعرف على امها وما تحبها والام ما تحبها، يمكن لو انا كانت مع اهلها الحقيقيه مثلا ما كانت مبسوطه سعيدة بحياتها قد الحياه اللي عاشتها مع روميو وجانيت. صحيح صحيح. بعتذر ما رح اقدر كفي الفويس لانه كتير طويل، حلقه ما شاء الله عليك، لازم تشاركينا بالتقديم. ولكن طبعا معك حق، وبس برجع بعد لك دايما اللي مثل بيقولوا اللي عم بياكل القصه مش مثل اللي عم بيعدها. يعني اللي عايش هيك تجربه اكيد لا شك بانه عنده معاناه منا سهله ابدا. كمان مداخله جديده يلا. صراحة أنا بحبها لماجي بغصن من وقت ما كنت صغير، يعني ما في مسلسل أيوة. تقريبا ما متابع عليه. أيوة. أصلا بالسنوات بتشوف إنه كيف تطورت مهاراتها، بتحس إنه عم توصلنا المشهد والإحساس على القد يعني وبدقة. هلا أنا مع ماجي أكيد بروح نبش على أهلي، لأنه أنت عايش 46 سنة مش عارف مين أهلك. آخر شيء تكتشف إنه اللي تربيت معهم ما بيكونوا أهلك. عندك هالفضول 1% تعرف منه، بغض النظر مين كانوا وين كانوا، بس انه بس بتعرف على القليلة، لانه ما بحس حدا بيضل عايش مين هو، ان هي كذبة. فانا اكيد بروح بنبش على اهلي حقيقيين. بتستاهل ماجي كل هالمحبة، بتستاهل غالية. ومنتابع بمشاركاتكم معنا بموضوع اليوم، وهو عن مسلسل بالدم اللي عم بينعرض عبر شاشة الام تي في، اخراج فيليب اسمر، انتاج ايجل فيلمز، مشاركة او بطولة ماجي بوغصن، بديع ابو شقرة، باسم مغني، رفيق علي احمد، جيسي عبدو، سينتيا كرم، جوليا قصار، نوال كامل، ماريلين نعمان. أكيد 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 نسيت أسماء كتير، في كتير ناس مشاركين وعاملين أدوار حلوة ومميزة. رح نتابع. بونجور فراس وعلى كيفكم يا حلوين؟ منيح. أهلا معكم إلي معوشة. أهلا يا إلي. هلا وسهلا. مسلسل كتير حلو. أيوة. وما حدا من الممثلين ناقص، كلهم عم بيفرجوا قوتهم وقديش شاطرين، وعنا نخبة ممثلين لبنانيين بعد كتير قوية، بس بدنا مين يضوي عليهم، يعطاهم حقهم كنص واخراج وتصوير. اما اذا انا كنت محل ماجي بنبش يمكن على اهلي الحقيقيين من باب الحشريه، بينما غير هيك اذا حسيت مسكره بوجهي ببقى مع اهلي الطبيعيين. ما حدا محل حدا، بس يمكن بعمل هيك مش اكيد، ما بعرف. فعلا قلت ما حدا محل حدا. دايما لما نحط حالنا محل الاخر يمكن بنقدر هيك نعطي يعني نحط السيتويشن بشكل غير ما نكون احنا عن جد عايشينها. مثل بيقولوا التنظير سهل، لكن بس الواحد يعيش التجربة هونيك المشاكل بتصير أو الصعوبات بتصير. خلينا نتابع مع مشاركاتكم كمان فويس جديد. بوغصن ممثلة رائعة، سوبر رائعة، يعني سوبر رائعة، هيك تفوت بتفاصيل وتعيشك الأجواء فعلا. أنا محل ماجي ضلني لاحق لأعرف شو السبب وليه عملوا هيك بالمستشفى،
وكفي مع الأم أكيد ربتني، ما بتركها أبدا لأن وقفت حدي وتعبت معي بكل شيء. ما هو كمان مش قصة ام ربتني، يعني بوعى الصبح انا بقول خلاص هاي الام ربتني وانا رح اقدر كفي معها. انا عايش مع امي صار عمري 40 سنة، هي امي. انا لفكرة اني اتقبل انه هي هيدي الست هي مش امي، هيدي لوحدها بدها فترة كتير طويلة، ما هيك؟ يلا فويس نوت كمان جديد. هاي صراحة أهلا. أنا بتابع كتير مسلسلات لبنانية، ولكن هيدا المسلسل أيوة حلو كتير وكلهم بيمثلوا حلو، مش بس ماجي يعني. فعلا أكيد ماجي هي البطلة وكل الأبطال اللي معها. أيوة. بس في بوتنشل عم ببين كتير قوي عند الكل، صح. فأكيد المسلسل قصته واقعية وبتصير. أنا شخصيا بعتقد إنه منا شعار إنه اللي بيربي هو الأهل، ومزبوط اللي بيربي هو الأهل، لأنه حتى لو عرفت أهلك الأساسيين ما رح يتغير شيء، إنه حياتك رح تكمل على أساس هول اللي ربوك هن أهلك، ما حتتركهم وحتتخلى عنهم. فما بعتقد هذا شيء ميجر. هلا يمكن صاحب العلاقة بحس غير، إنه مثل ما قالت ماجي إنه بس بتطلع بالمراية ما بتعرف أنت مين. هيدا يمكن شيء شوي قاسي، ولكن منه أساسي بعتقد. فعلا وانت بس تكون عايش مع ناس كونوا ذكرياتك وكونوا حياتك، ربيت ببيتهم، عشت يعني واحد أهله أمه بيو، خاصة إذا ولا نهار حسسوه انه هو مش ابنهم، اصلا ما كانوا عارفين، مش بس ما حسسوه يعني بتعاملوا معه انه ابنهم، هن كمان مش عارفين بحالة غالية. يلا فويس نوت جديد. الو معك ساندرين نجبال. اهلا ساندرين. هلا ماجي اكيد ابدعت از يوجوال. ايوه اكيد عم نتابع المسلسل وسو اكسايتد لنعرف شو حيصير، بس اونستلي يمكن حتحسوا جواب غريب. يلا بس انا بتجاهل الموضوع توتالي، ما بحب فوت حالي بهالقصص ابدا طالما اهلي اللي ربوني واهلي اللي حد بعدهم موجودين. يعني خلص البيولوجيكال فاميلي ما رح تعني لي، لانه هن اللي ربوني، هن العائله مش بس اللي بتخلف، العائله اللي بتربي مثل ما هن قالوا اصلا بالتريلر تبع المسلسل. We love you. ماجي عم بيقولوا لك وي لاف يو. ساندرين بدي اقول لك شيء اكيد اللي قلتيه حلو وممكن انه فعلا يصير، بس بدك تتذكري شغله، انه لما نحن نعيش التجربه الموضوع بيطلع كتير ديفرنت. لما نحن نبلش قبل ما ننام نفكر بالموضوع انه طب مين امي، طب مين بيي، وينون، شو بيعملوا، كيف كانت حياتي لو كنت عايشة معهم، شو كان صار، شو كان تغير، شو كان اختلف. هيدي الأشياء كلها لما نفكر فيها أكيد رح تعمل فرق كبير. رح تابع بمشاركاتكم كمان فويس نوت. لو كنتوا مكان غالية شو كنتوا عملتوا؟ لو فقتوا الصبح واكتشفتوا أنه أمكن مش أمكن وبيكن مش بيكن، شو كنتوا عملتوا؟ ليك في راس. أنا إذا وعيت على أهل معهم مصاري لا بفتش ولا بعمل شيء. إذا وعيت على أهل ما معهم مصاري بروح أفتش، إذا أهلي الحقيقي معهم مصاري بروح لعنده. يا حبيب قلبي تفكيرك قديش هيك يعني بعيد عن الماديات، بعيد يعني تفكير إنساني 100%. يعني أنت من الناس اللي ما بيأثر فيك أبدا الموضوع المادي. مهضوم. بتخيل هو نفس الشخص اللي شارك معنا قبل وقال انه انا اذا كان معه مصاري بقبل كون الشاب. بموضوع نفس. لتشاركوا مع فراس حليمي ببرنامج جمعتنا حلوة تواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 71-989-989. يلا لنتابع مع مروان. شو عم بيقلنا مروان؟ موجود فراس. هلا مروان. هلا معك مروان لطيف. اهلا وسهلا. بالنسبة للمسلسل أيوة. بالدم. أول شيء تحياتي لجميع الممثلين فعلا، لأنه كلهم اسم الله عليهم شابوبا. صح، روعة، صح. والمسلسل كتير حلو كتير. أما بالنسبة إذا عرفت إنه أهلي طلعوا مش أهلي، أول شيء أكيد ما راح أكرههم أبدا. هودي أهلي اللي ربوني ما راح أتخلى عنهم، اللي ربوني وكبروني
وبالنسبة للأهل البيولوجيين نبش عليهم، وإذا لقيتهم كمان رح ضمهم لقلبي، لأنه أنا ما بحب الكره، وبتمنى كل العالم هيك. يعني إن شاء الله ما بتصير مع حدا أبدا فعلا. بس بتمنى كل العالم هيك تعمل الموضوع الأهل إن شاء الله ما حدا بتصير معه وما حدا بيعيش هيك تجربة. خلينا نتابع بالفويس نوتس وبمشاركتكم بموضوع غالية. لو كنتوا مكانها كيف ممكن كنتوا تتصرفوا؟ هاي فراس، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا بدي أقول لك شغلة عن دور ماجي بالمسلسل. عن جد دايما هيك بتفاجئنا. أيوة. ودايما بتاخد أدوار على فكرة إنه كتير فيها إيموسيون وبكي. صح. يعني كلنا بنعرف بالتمثيل قد إيه هذا شيء صعب يعني وبياخد طاقة إنه الواحد عن جد هيك يبكي ويحسسك إنه هالشيء اللي عم يمثله كتير حقيقي، كتير إيموسيونال. فعن جد شابوبا مثل العادة. وهيك كتير أوقات حطيت حالي محلها، يعني إنه إذا أنا يعني صار معي هيدا الكيس اللي شو صار كنت بعمل. أيوة. إنه عن جد شو بعمل، يعني صرت أسأل حالي إنه عن جد أوقات ما بتلاقي جواب. يعني شو طلع الجواب؟ ميبي إنه بقول لا إنه نوي أنا خلص إنه ما بدي وجع راسي ما حنبيش. بس لا عن جد بضل في هيدا الشعور الحشرية إنه إنه أهلك الحقيقية مين يعني. صح. فلا عن جد شيء كتير صعب الموقف والتمثيل ليحسسوك بدورة. واو عن جد. وافقك الرأي. بونسوار فراس. بونسوارين. هلا وسهلا. بخصوص مسلسل بالدم ودور ماجي بغصن قصة كبيرة. أيوة. غالية أو ماجي بغصن عن جد قصة كبيرة. المسلسل كل حلقة فيه بتحسه مسلسل جديد. دورة لماجي كتير قوي، تمثيلها رائع، يعني عن جد إنه kind of masterpiece. أنا كتير بحبها لماجي بغصن وبحبها عن جد شي مرة أتعرف عليها شخصيا. يلا. وبدي أقول لك شغلة، إذا أنا محلها لماجي بغصن أنا ما بدور على أهلي، لأنه بفوت بمشروع مشاكل وكآبة بغنى عنه. بعتذر الفويس كمان بعد طويل والصوت مش واضح. حاسس انه هالفويس مسجل ما بعرف، يمكن بالتواليت هيك حسيت. في صدى كتير. حبيت تجرب صوتها. او غرفة فاضية ما فيها حدا. طيب يعني هيك نبسط الموضوع ونطلع ارقى. يعني معكم حق، معك حق أنا، معك حق استاذ أنا بأمرك. فويس نوت جديد. لو كنتوا مكان غالية واكتشفتوا انه اهلكن هن مش اهلكن، شو كنتوا بتعملوا؟ بونجور. هلا بونسوارين. كيفك فراس؟ معك إليو. اهلا يا إليو. صراحة ماجي بغصن شابو. يعني سنة عن سنة عم تفاجئنا بتمثيلها فعلا وبقدراتها. صح. وعم ننطرها مناطرة. كلنا ما بتنحسد صراحة، ما بتنحسد على الدور اللي صاير فيها بهذا المسلسل. ما في نو كومنت، يعني ما في إلك انه الواحد شو مفروض يتصرف اذا كان محلها هي. الله يساعدها. الله يساعد غالية، الله يساعد غالية. بس ملاحظين انه كل الفيدباك كل الكومنتس بوزيتيف. على فكرة نحن ما بنسمع الفويس نوتس قبل ما نطلعهم، يعني الفويس نوت دغري على الهواء مباشر. ما سمعت ولا فويس نوت عم بيقول تعليق نيجاتيف على العمل. يعني قدي نحن فخورين بهذا العمل اللبناني، قدي مبسوطين انه نحن فاينلي اخيرا بسنة وحدة صار عنا رئيس مثل ما بدنا، رئيس حكومي مثل ما بدنا، صار عنا دراما لبنانية مثل ما بدنا. يا جماعة في نقطة واحدة بعد ناقصة، بدنا ترجع الغنية اللبنانية لمجدها لحتى تكون اكتملت معنا. يلا فويس نوت جديد. هاي فراس. أهلا أهلا جريس. كثير حبيت دورة لماجي السنة. أيوة. وأنا إذا كنت محلها أكيد بفضل إني أدور على أهلي الحقيقيين وأعرف مين هن وشو اللي صار لوصلت لهم. الله يبعد كل الناس عن هالتجربة. فويس جديد. وكمان المسلسل عنده a very good point ما حدا ضوى عليها، إنه الممثلين كلهم لبنانيين أكيد من ضمن عنصرية، بس اشتقنا لمسلسلات هيك مثل المسلسلات اللبنانية القديمة اللي هي بيور لبنانية. ساندرين. عن جد اشتقنا. ساندرين
مع عنصرية. مش بس بلا عنصرية، نحن إلنا حق نشوف حالنا بمواهب بلدنا، إلنا حق نشوف حالنا بشبابنا ببناتنا بممثلينا بنجومنا، إلنا حق اشتقنا إنه نحن نشوف حالنا إنه نحن عنا مواهب حلوة، نحن عنا ممثلين شاطرين، نحن عنا دراما قوية ومتماسكة ومرتبة وإنتاج بنفتخر فيه على أهم شاشات عربية على أهم منصات. إلنا حق. إذا كانت العنصرية هيك فأهلا بالعنصرية، يا مرحبا يا مرحبا. ما تنسي يا ساندرين انه حد هالعمل ما في اعمال عربيه مشتركه مشاركين فيها مثل نفس، مثل عده اعمال، يمكن السنه شوي اقل من غيرها لانه عادت الدراما السوريه للاعمال السوريه، ولكن نحن كمان مبسوطين بالمشاركات العربيه وبالاعمال العربيه وبنجومنا اللبنانيين اللي عم ينجحوا باعمال عربيه مشتركه، بس حقنا انه ننبسط بالعمل اللبناني. يلا نانا عندها شيء تقلنا اياه. هاي فراس. هاي نانا. هلا أنا بالنسبة لإلي أكيد بنبيش، بس ما بتكون مأثرة فيي الخبرية كتير قد ما أثرت بغالية. يعني بنبيش حشرية تعرف مين أهلي يا نانا. بس في شغلة كمان بالمسلسل ما بعرف رح ترجع تبين بعدين، اللي هي إنه ما شفنا روميو وجانيت محمسين ينبشوا يعرفوا مين ابنه الحقيقي أو بنته الحقيقية. كيف بدهم ينبشوا؟ لأنه هن عايشين الحالة تبع بنتهم، هاي اللي ربوها، اللي عاشت معهم طول عمرهم، اللي حبوها، اللي ما صدقوا شافوها صبية، اللي ما صدقوا شافوها ناجحة، اللي حطوا دموع عينيهم فيها. يعني مش سهل انه يتخلوا او يفكروا بالاوبشن الثاني. يمكن بعد ما يضمنوا انه هي معهم وحدهم وبقلبهم وكذا ممكن يبلشوا يفتشوا على فكرة او يقولوا مين نحن كان لازم او مين كان ممكن يكون ابننا. بس مش هالقد سهل موضوع الاستغناء. او الناس اللي عم بتقول انه انا لو كنت محلها كنت يمكن ما كتير بتحمس اعرف، او نحن اذا كنا محلها رح نكون عن جد امام مشكلة كتير كبيرة. ولكن نحن عم نشوف الافتراضيات اليوم، عم نفترض شو معقول يصير. يلا فويس نوت جديد، ما بقى في كتير وقت. ايه يعطيك العافية. الله يعافيك. بالنسبة للمسلسل كتير حلو انا ايوه، بس بفضل ماجي انا بالمسلسلات الكوميدية. ما بعرف هيدا رأيي. إلى زمان بعيدة ماجي عن الكوميديا. وبالنسبة لي أنا ما بعطيها أهمية أصلا، ولا بدور ولا بشغل راسي، لأنه خصوصا إنه عمر، يعني مش إنه عمر. صح يوم ويومين سنة 45 يعني سنة عمر يعني معهم. صح. وهني ما بيعرفوا مثل ما قلت أنت. ولا هي بتعرف. خلاص ما بعتقد انا بدور، يعني ما عندي هالفضول. اسم الواتساب شو حلو الرواق، من صوتك مبين رايق. ليك يجوز انه معك حق ببعض المحلات، لكن دائما لما نكون نحن بالمحل او نحن عايشين هالحالة رح تكون الوضع مختلف. يلا فويس نوت جديد. بونجور. بدي اقول عن بروجرام بالدم كتير حلو، مسلسل قصة كتير حلوة، ماجي أيوة. أبدعت فعلا. بس في سينتيا أبو كرم، سينتيا كرم كتير 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 عم تعطي حلو، كتير أبدعت. صح. اكتشاف سينتيا. وكمان الشباب أبدعوا كمان. بديع أبو شعرة ومغنية باسم، كلهم حلوين. صح. كتير حلو البروجرام والموفي، الحمد لله. بعد الدراما اللبنانية بألف خير. وفويسك حلو يا مون، فويسك حلو. أنا بقرأ الأسماء حسب البروفايل شو مسمى، كلهم بعقدوا، بس سينتيا غير ليفل. كان وي توك أباوت سينتيا كرم أكتينج. شو هالوحشة غدي. بدي أقول لك شغلة هلأ بالاتصال مع ماجي حكينا منيح عن سينتيا، ورح نرجع نحكي عن سينتيا، ورح نستضيف سينتيا معنا بالاستوديو. رح تحكوا انتم مع سينتيا، رح تخبروها قدي حبينا، رح تعبروا لها قدي مبسوطين باللي عم تعملوا بتمثيلها بالحلقات اللي جاية أكيد. فخليك عم تسمعنا غدا، وسون رح تكون معنا سينتيا بالاستوديو تحكي، تعبر لها أو تعبري لها عن مشاعرك. كوكي يلا كوكي. ايه بونسوار فراس، كيفك؟ ماشي الحال مع جاكي. أنا محلة لغالية. لا لحظة، معي مين؟ أنا كيفك؟ ماشي الحال معك جاكي سوري لأنه اسم البروفايل كوكي. هلا بجاكي. أنا محلة لغالية، لا بنبش ولا شيء، بعمل شيء خلص. لا شو كبرت ببقى حرزانة، يعني صرت بال45 سنة، لا شو بدي أقعد نبش يا جاكي، وخلصنا بقى يا جاكي. وبنت ناجحة وكل شيء وعاملة عائلة، عن جد شيء حلو كتير.
يلا جود لك. يا جاكي لو كنا نحن هونيك كانت رح تكون الموضوع مختلف. لو كنا نحن هونيك. اوكي غادي عم تقلي انا بنت. اوكي غادي اهلا وسهلا. يلا رح تابع مع الفويس نوتس. عن جد عن جد عن جد ماجي نو كومنت. شابوبا شابوبا شابوبا، تمثيل واحساس فعلا كل شيء دقائق زد عن جد بتعقد. ماجي عم تصور هلا مش عم تسمع. هاي فراس. هاي انا ماندي. انا عم بحضر بالدم من اول ما بلش رمضان. مسلسل كتير حلو. دور ماجي بعقد. أيوة. بس انا صراحه لو كنت محلها ما بفوت بهيدي الخبريه كلها يعني أبداً. ولا بجرب نبش على اهلي ولا شيء. انه عندي اهل كتير منيح وكتير بحبوا بعضهم وربوني، ومش حاجي بعد كل هالعمر انه اجي فتش عليهم من اول وجديد واتركهم ابدا. انا محلها اكيد ما كنت بنبش على اهلي وبضلني مع اهلي اللي ربوني دايما. بونسوار فراس، مبارك للجميع. امين. نحن هون عم نتابع بالدم وتحت سابع ارض وهول مكسرين الدنيا. محمد نحن كلبنانية هيك فخورين انه هذا المسلسل اللبناني عم بينافس يعني بالدراما العربيه، وبتلاقيه توب 1 على شاهد. ايه صح. وخاصه انه قديش هالممثلين قويه، كل واحد عم يعطي اقصى ما عنده، من سينتيا لمارلين لماجي، كلهم خاصة هلا سنتيا ترند كتير مع عطارد ومعارض. ثانك يو محمد. وردتي اي ميس يو. ثانك يو. فويس جديد. هاي فراس. هلا. اول شيء بدي اقول لكم انه انا الصراحه ما كتير عم تابع المسلسل. اوكي. لانه بكل صراحه اخر فتره انا مش من اشد المعجبين بعمل ماجي. اوف. وبتمنى انه هي شوي ينعطى السبيس لاكثر اشخاص واكثر ممثلين كرمال نشوف فرايتي اكثر. هلا انا عم تابع مسلسل نفس ولهلا صراحه كثير عم بحبه. اوكي، وجهة نظرك اكيد نحترمها. وكمان مسلسل نفس انتاج لبناني، انتاج شركة الصباح، اخراج الي سمعان، بطولة الاستاذ عبد فهد، معتصم النهار، دانييلا رحمي، وكمان بيستاهل طبعا كل الدعم، وكل حدا عنده رأيه يا صاحبي. يلا فويس جديد من كريستال. بونسوار فراس. هلا كريستال. اول شيء ما بقى بدي امدح بمسلسل بالدم لانه يعني الكل مدح فيه صحيح. وبيستاهلوا أكتر. صح. لو كنت محل غالية يمكن كان مثل ما قال البعض إنه حشرية واحد بيحب يعرف أكيد يعني هو، ولكن بيكتفي بأهله اللي ربوه. بس هيدا الشيء ما بيغير العلاقة بين الأم والبي اللي هن أصلا ربوه. هيدا الشيء ما بيتغير أبدا. أيوة. بالنهاية مش حق عليهم، هن كمان يعني مفجوعين باللي صار. وانا عم بحضر على شاهد، فاذا بتشوفوا حلقه اليوم شو حلوه. لا يعني خلص وقفوا الفويس. ما بدنا نعرف بدنا نتفاجئ، ما بدنا نعرف. يلا فويس نوت جديد كمان. هلو فراس. معك ندى. أهلا يا ندى. بس حبيت شاركك بهيك انطباعي عن المسلسل تبع ماجي بالدم. والله عم تابعه كل يوم أنا. ماجي يخرب ذوقها والله، شخصية أخذتها ما فيك إلا ما تحضرها. أيوة. إن كان بدي أحكي عن الأداء أو التمثيل اللي لها، أيوة، أو بالناحية القصة بحد ذاتها. يعني كتير صعبة إنه هيك نوع قصص ما يجذب الإنسان وما يلامسه، يعني بيخترقك وبيولد لك مشاعر وبتتفاعل معه وكأنه أنت عم بيصير معك الحدث. مش هيني أبدا. فكرة إنه اكتشاف إنه هني مش أهلك كتير شي صعب، يعني بفوتك أنت انفعالات هيك بتختبر يعني إذا صارت معك أو ممكن إشياء مشابهة. فكتير هيك كتير حلو هيدا المسلسل، وكتير صعبة إنه بشهر رمضان ما تكون مختاره إله إنه تتابعه. ثانك يو يا ندى. هاي كيفك فراس؟ اهلا. انا الهام معك. اهلا يا الهام. عم تابع انا مسلسل بالدم اللي بطلته ماجي بوسن. ايوه. كتير اداء جيد وعم خلينا فيه للمسلسل اكثر واكثر. حلو. موضوع المسلسل كتير هيك غريب وجديد وما حدا مثله من قبل. قصة كبيرة، الواحد هيك وعى ما يلاقي اهله، هن اهله من اهله مثلا. مش سهل ابدا. صح. هيك بيوقف الانسان هيري قدام هيك مشهد فعلا. حقيقة هيك بحسها إشكالية بالحياة إنه طبعا للإنسان. طبعا يا إلهام طبعا. ثانك يو لمشاركتك. رح آخذ آخر فويسين لأنه تأخرنا. يلا. هاي. أهلا. بالنسبة لمسلسل بالدم أيوة يا بولين. كتير بأثر.
نعم. كتير هيك فاميلي، بس إذا من بعد 45 سنة عرفت إنه أهلا منا أمها وبدها تفتش على أمها وبتلاقيها حسب ما قالت إيه بالبروموشن تبعول المسلسل تبع العمل، إنه أمي باترونة، فبلا ما تتعرف عليها من الأساس. أيوة. خليها مع أمها اللي ربتها أحسن بمليون مرة من أمها بتكون اللي خلفتها. صحيح يا بولين، هذا المثل هيك اللي بينقال. لنشوف الأحداث اللي جاي شو رح تخبي لنا. آخر فويس نوت لليوم، بعتذر كتير في كتير فويس نوتس ما رح أقدر أسمعها. آخر فويس نوت يلا. بونسوار شراس، كيفك؟ هلا حبيبي. جاد. هلا جاد. تعليقا على سؤالك. أيوة. على مسلسل الدم. إيه؟ أنا برأيي الشخصي أنه الأهل هن يلي بيربوا مش يلي بيخلفوا. صحيح. أكيد يعني مش حكون إذا عشت مع الأهل يلي هن مش أهلي هالسنين كلياتها، أكيد مش حأتركهم وروح فتش على أهلي طبعا يعني. أنا هذا هلا يمكن إذا الواحد صار هو عايش التجربة، كان هو بشوز غالية، رح تتغير الأمور شوي، رح يحس حاله إنه عباله يعرف مين أهله. على كل حال ثانك يو لمشاركاتكم، ثانك يو لمتابعتكم. تسلينا مع بعض اليوم، جمعتنا كانت فعلا حلوة، تحدثنا فيها عن مسلسل بالدم. تنين رح يكون معنا حلقة جديدة، مواضيع جديدة، ضيوف جديد، انطرونا. تحيات من كانوا ألان صالح وفراس حليمة، ضلوا بخير.